انتوا عارفين ان 92% من الناس مش بتوصل لتحقيق اهدافها، و8% بس هم اللي بيقدروا يحولوا الحلم الى حقيقة. اهلا بحضراتكم في قناة اتعلم في دقايق. النهاردة هنتكلم عن موضوع لطيف جدا، الفرق ما بين التحفيز والانضباط. وساعات الانضباط بيسموه الانضباط الذاتي، او هنقولها بالانجليزي التحفيز اللي هو موتيفيشن، والانضباط الذاتي اللي هو سيلف ديسيبلين. تعالوا كده نبدا اللقطه بتاعتنا النهارده ونشوف الكوت الحلو الجميل ده، او هذا القول المأثور اللي بيقول لنا ايه. بيقول لنا motivation is what gets you started, discipline is what keeps you going. قال لنا هذا الكلام جيم رون. وزي ما احنا شايفين كده الفرق ما بين الاثنين، الموتيفيشن هو اللي بيدينا، او التحفيز بيدينا الطلعه الاولانيه، بيدينا البوش الاولانيه، تمام. لكن مش هو اللي بيخلينا نكمل. اللي بيخلينا نكمل وننمو ونوصل لتحقيق اهدافنا هو الديسيبلين. discipline is what keeps you going. عارفين بالظبط الفرق كانه ما بين واحد سايق عربيه، العربيه دي كل شويه عنده هدف عايز يوصل لديستنيشن معينه، والتاني برضو عنده هدف سايق عربيه تانيه وعايز يوصل برضو لديستنيشن معينه. بس الاولاني معتمد على الموتيفيشن. فالعربيه بالظبط بتعمل ازاي؟ تمشي شويه وتقطع شويه وتقف شويه. لكن التاني العربيه مكمله وماشيه بخطوات ثابته. الاولاني الطلعه والنزله والوقوف والكلام ده كله مش هيوصله، تمام. فهتيجي العربيه هتقف عند نقطه معينه لانه معتمد بس على الموتيفيشن. لكن التاني الديسيبلين، العربيه هتكمل لحد ما توصل للهدف بتاعها. تعالوا نشوف شويه كده فروقات ما بين الاثنين، ما بين الموتيفيشن والديسيبلين، ونبص كده على البورد بالنسبه لجزئيه الديوريشن. ديوريشن المده او الفتره الزمنيه. دايما الموتيفيشن بيبقى شورت، يعني دايما التحفيز انا متحفز بقى اروح الجيم النهارده، تمام. فبيبقى على مدى قصير وبيستمر لمده قصيره. ممكن الديسيبلين العكس بقى، بيبقى لونج تيرم، حاجه بتقعد معايا لفتره بتبقى طويله، مش على مدى قصير بس. المود، الموتيفيشن بيبقى طبعا افكتد بالمود، بيتاثر بالمود بالمزاج بشكل كبير. يعني مثلا انا النهارده عامل هدف لنفسي هروح الجيم لمده 3 شهور، فممكن ايه النهارده ليا مزاج واروح وانبسط وبتاع، تاني يوم لا انا ماليش مزاج مش رايح. فالموتيفيشن بيتاثر بالمزاج بتاع الانسان. لكن الديسيبلين او الانضباط الذاتي لا، ملوش علاقه بالمزاج خالص. ليا نفسي اروح الجيم او ماليش نفسي اروح الجيم، انا رايح الجيم. الفرق الثالث زي ما احنا شايفين كده في الجروث كيرف، او في المنحنى، منحنى النمو. نبص كده برضو على البورد. الجروث كيرف هنا في الموتيفيشن هتلاقيه طالع ونازل، تمام. زي ما قلنا من شويه الموتيفيشن ايه؟ ابس اند داونز. انا النهارده عندي مزاج، او دلوقتي عندي مزاج، بعد 10 دقائق ما عنديش مزاج، وهكذا. ففي هنا زي ما احنا شايفين كده في الجراف في fluctuations، في الكثير من التغيرات. لكن لو هنا بصينا على الديسيبلين، بص هنا الجروث كيرف عامل ازاي. الجروث كيرف هنا في ايه؟ في ستيدي جروث، انا طالع بخطوات ثابته. دايما في الديسيبلين بنقول بيبقى فيه سمول ستيبس بمشي عليها، والسمول ستيبس دي على فكره بتؤدي الى بيج ريزلتس، بتؤدي الى نتائج كبيره، تمام. الفرق الرابع نبص على الاكسترنال فاكتورز، تمام. الموتيفيشن، الناس اللي هي بتعتمد بس على الموتيفيشن هنا بيتاثروا بشكل كبير بالاكسترنال فاكتورز. يعني مثلا الجو النهارده وحش، لا انا خلاص مش رايح الجيم، لا انا مش هنزل مثلا خارج في حته معينه مع اصحابي، لا انا مش نازل. بيتاثر بالاكسترنال فاكتورز. الناس اللي عندها الديسيبلين لا تتاثر بالاكسترنال فاكتورز. الجو حلو، الجو مش حلو، انا رايح الجيم النهارده. انا مره كنت شفت في الجيم واحد رجليه مكسوره متجبسه وجاي بعكاز وجاي الجيم. ده مش جاي هنا من الموتيفيشن، ده جاي هنا من حته الديسيبلين. هو حتى لو مصاب انا هنزل وهتمرن برضو في الجيم. فنبص كده على الكوت اللطيفه دي، برضو بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا discipline leads to habits. الناس اللي عندها هذا الانضباط الذاتي هتقدر ان هي مع الوقت
تكون هابتس او تكون عاده. والهابتس lead to consistency. يعني ايه consistency؟ الاستمراريه. خلاص الموضوع بقى عاده، فانا بعمله على طول بشكل مستمر. زي ما قلت لحضراتكم من شويه، small steps ممكن تؤدي الى ايه؟ الى big results. هنا دي consistency، وconsistency هتؤدي الى growth. هنا unknown اللي قال الكود، احنا مش عارفين هو مين بالتحديد. فهنا هذا النوع من الاستمراريه هيؤدي الى الجروث وهيؤدي الى النمو. اللي عايز اقوله في الاخر، الاثنين مهمين. مهم قوي نبقى موتيفيتد، مهم قوي يبقى في عندنا ديسيبلين. بس لو جينا قارنا مين الاكثر اهميه، الديسيبلين طبعا بالتاكيد هو الاكثر اهميه، علشان هو اللي هيخليني استمر في اكشن معين، هو اللي هيساعدني ان انا اوصل للجروث، هو اللي يساعدني ان انا اوصل الى تحقيق الهدف بتاعي. طيب ازاي ازود الديسيبلين؟ دي نقطه مهمه جدا، ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. شكرا جدا لحضراتكم. سهله.